تخيل إن جسمك فيه حاجات بيحبها وحاجات ما بيحبهاش. تعالى أقولك إزاي. أكيد عارف وسمعت إن كل جسم ليه بصمة وراثية، يعني مفيش جسم زي التاني زي البني آدمين بالظبط. كل واحد بيحب حاجات وحاجات ما بيحبهاش. ممكن كبني آدمين نتشابه في حاجات وحاجات تانية نبقى مختلفين فيها. وحساسية أجسامنا للأكل والرياضة وللبشرة والشعر مختلفة. طب نعرف ده إزاي لكل جسم؟ في تحليل اسمه DNA تيست. لا ده مش اللي بتعرف منه نسبك، تحليل بيشوف بصمتك الوراثية وبناء عليه بيقول كل انواع الاكل المناسبه لجسمك واللي مش مناسبه. زي مثلا جات لنا بيشنت جسمها ما كانش بيتخن على الكاربز وكانت بتتخن على الفاتس، وكانت كل ده ماشيه في جيرني غلط وكانت بتقلل من كاربز اولذو ان جسمها ما كانش بيرسبوند ليه بطريقه مش كويسه. زي بالظبط في الرياضه اجسامنا بترسبوند ليها بطريقه مختلفه، زي مثلا حد محتاج كارديو، حد تاني محتاج ريزيستنس. وبيعرفك برضو لو جسمك عنده استعداد لاي امراض سرطانيه معينه. اجسامنا هي امانه ولازم نخلي بالنا وناخد بالاسباب، عشان كده لازم تفهم جسمك كويس وتعرف تحافظ عليه. تحاليل الدي ان ايه المختلفه دلوقتي موجوده في فاست كير في مصر والامارات والسعوديه. اسال عليها واحجز معاك.